سعيدة عليكم. حزام النار هو موضوع عن ايه بيعمل الهكسوس الجداد على حدود الدولة وحوالين المحافظات، وايه دور البدو وعصابة حسن البنا والسلفجية واللي مسيطرين على الحكم في البلد في تسكينهم عند بوابات البلد. في الجزء الاولاني من السلسلة دي اللي هي سلسلة الشبه بين البدو وبين عصابة حسن البنا كان بعنوان الشبه بين البدو وعصابة حسن البنا اتحاد القبائل. اتكلمنا عن اتحاد القبائل. السلسلة مقصود بيها نعرف ان تنظيمات البدو ما تختلفش عن التنظيم الدولي لحسن البنا الاخوان المسلمين يعني. اتكلمنا في الجزء الاولاني عن اتفاقهم في تشكيل تنظيمات دولية مش بتعترف بالحدود الوطنية وانتمائها للقبيلة او الجماعة مش للدولة والشعب اللي عايشين وسطيه، رغم ان القبيلة او الجماعة دول كمان منتشرين على كذا دولة. يعني الاثنين اللي هم البدو وعصابة حسن البنا شايفين ان اخوهم في القبيلة او في الجماعة حتى لو اجنبي عن البلد، مش انه اخوهم هو بس ابن البلد. واتكلمنا عن مثال من امثلة اتحادات البدو اللي نطت في وشنا في السنين الاخرانية، وهو اللي بيتسمى الاتحاد العام للقبائل المصرية والعربية، مش اللي بيرأس ابراهيم العرجاني، هو شبهه في الاسم لكن واحد تاني رئيسه اسمه فوزي فاضل. وخططه اللي اتكلمت عليها لوائح تأسيس الاتحاد اللي عرضناها وبان لينا منها انه نتيجتها هيتحط البدو فوق المصريين في كل مجال من مجالات الشغل والحياة عموما، وعمل بدوان المصري في ثقافتها من ساسها لراسها وتقديمها للعالم برا وحتى للمصريين نفسهم على انها بلد بدوية وتراثها بدوي. وازاي عملت تنظيمات البدو دي اختراقات شديدة جوا كل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والداخلية، لدرجة انه قيادات المؤسسات دي بيبقوا اعضاء فيها، يعني تحت سيطرة القبيلة الفلانية حتى لو شيخها مثلا اجنبي برا مصر، لاننا عارفين ان مصر في اصلها مش بلد قبائل، وكل البدو في مصر هم فروع لقبائل اجنبية دخيلة، وحتى لو ليها شيخ في مصر لكن بيبقى ليها انتماء لشيوخ القبائل الرئيسية في جزيرة العرب ولا ليبيا ولا المغرب ولا ايا كان. وده برضو تمام زي ما اي حد ينتمي لعصابة حسن البنا او اي تنظيم دولي، ويبقى حتى لو كان وزير ولا رئيس دولة تابع وخاضع للتنظيم بتاع العصابة والقادة بتوعها سواء كانوا من البلد اللي هو فيها ولا اجانب. كمان رصدنا الخطر الكبير من تسليم الحدود للبدو وتقديمهم على انهم حماة الحدود، خصوصا انهم مش بيؤمنوا بالحدود الوطنية اصلا زيهم زي عصابة حسن البنا. وجبنا امثلة في التاريخ القديم والجديد ازاي يساعدوا المحتلين والاجانب عموما في غزو الحدود المصرية، وازاي بيستخدموها في تهريب المخدرات والسلاح والبشر الى اخره، وازاي لما بيتمكنوا منها بيبتزوا الدولة. كمان رصدنا الخطر الكبير من تسليم الحدود للبدو وتقديمهم على انهم حماة الحدود، خصوصا انهم مش بيؤمنوا بالحدود الوطنية اصلا زيهم زي عصابة حسن البنا. وزي ما عصابة حسن البنا شايفة ان الارض ارض الله، وبمعنى اصح فالبدو شايفين ان الارض ارض القبيلة، يعني مطرح ما تنتشر القبيلة فهي دي بلادهم، فلكل افراد القبيلة الحق ان هو يتنقل من بلد لبلد من غير اي حدود. وفي حاجات تانية كتيرة في الجزء الأولاني ومش عايزين نطول فيها، هحط رابط الجزء ده في صندوق الوصف للي عايز يعرف أكتر. عنوان: تحزيم حدود مصر ومدنها بالهكسوس. نيجوا في الجزء الثاني لشبه تاني بين التنظيم الدولي لعصابة حسن البنا وبين تنظيمات البدو الدخيلة على مصر، وهي استغلالهم للهكسوس الجداد اللي دخلوا مصر باسم لاجئين وأشقاء وتجار وغيره في عمل حزام نار حوالين مصر، سواء كان الحزام ده على ناحية الحدود المصرية مع الدول التانية أو على أطراف المحافظات والمدن. بمعنى اللي متابع حركة دخول الهكسوس لمصر من سنة 2012 و2013 بالذات، ودي كانت أكتر فترة مسيطر فيها تنظيم عصابة حسن البنا على البلد والبدو أخدوا راحتهم وفين كان بيحصل تسكين ليهم، لازم الفار يلعب في عبه ويحس إن في حاجة منظمة وهدف مدروس ورا إنه يتاخدوا الهكسوس الجداد ويتسكنوا في حتة ما كانش على البال ولا الخاطر إنهم يروحوها. مثلا الوقت اللي اتحدى فيه الهكسوس الجداد على مصر بداية من نهاية 2011 و2012 كانت زي ما احنا فاكرين البلد مولعة ومولعة اكتر واكتر على الحدود بسبب العمليات الارهابية اللي كانت في سيناء وقتل جنودنا اللي بيحرسوا الحدود والربكة اللي كان فيها الداخلية والجيش بسبب كثرة المظاهرات والحالة الامنية مهزوزة، والجماعات الارهابية وعصابات التهريب ومعاهم كتير من البدو اللي بيساعدوهم كانوا واخدين الفرصة وشغالين يدخلوا للبلد ارهابيين وسلاح ومخدرات الى اخره، والجرائم بانواعها زادت. طيب والحالة كده على الحدود
أطراف المحافظات لاحظنا إن في سوريين مثلا بيروحوا يسكنوا في العريش في سينا أو يروحوا مرسى مطروح، وكان الحكاية دي غريبة قوي. يعني انت واحد بتقول انك لاجئ وهربان من العنف والارهاب والحرب في بلدك وجاي تدور على الامان في مصر، ايه اللي يخليك اول ما تطب في البلد تروح لأكتر أماكن في مصر كان الإرهاب والعنف واخد فيها فرصة، وهي شمال سيناء والحدود الغربية؟ وإيه عرف أجانب أصلا زي السوريين ولا غيرهم بالأماكن دي ولا فرص العيشة والسكن فيها؟ معلوم إن أي غريب بيروح لأي بلد بيروح لأأمن مكان فيها، ومش بيروح لحتت بعيدة عن المدن الكبيرة إلا لو كانت الدنيا أمان 100%، أو كان عايش في البلد مدة طويلة فمربط علاقات وعارف يتحرك إزاي. طيب لما الغريب ده أول ما يطب البلد يجري على الأماكن المولعة وفيها خطر، يبقى أكيد متكل على ناس هي اللي قالت له يروح فين ويروح ليه، وبياخد مقابل يخليه يغامر ويسكن وسط الخطر ده. الأسئلة دي ممكن نلاقي ليها إجابات لما نراجع شوية أخبار ومعلومات سبق ونشرتها على كذا سنة بخصوص خطر وجود الهكسوس الجداد مع الهكسوس القدام على الحدود، لكن كانت متفرقة. هنجمع شوية منها هنا ونرصد فيها إزاي وليه ساعدت عصابة حسن البنا والبدو السوريين والليبيين وقبل كده الفلسطينيين في إنهم يستوطنوا في حدود البلد وحوالين المحافظات ويحزموها تحزين. عنوان: حزام النار على الحدود الغربية. هنتكلم الأول عن اللي راحوا مرسى مطروح. معروف إن أماكن كتير في مطروح وما بين الحدود المصرية الليبية فيها ناس محتفظين بطبعهم القبلي، وفيهم اللي انتماءاته لقبائل في ليبيا أو المغرب إلى آخره، من وقت ما تسرسبوا للبلد في أوقات احتلال أو فوضى وحطوا إيديهم على أراضي كتير قرب الحدود. حتى لبسهم ولغتهم وعاداتهم لو تبص عليهم تقول ليبيين وش مش مصريين، وصعب يدخلوا حد غريب عنهم وسطيهم، فإزاي احتضنوا السوريين المجاهيل بالشكل ده؟ من الحاجات اللي لفتت النظر بخصوص توطين السوريين في مرسى مطروح إنه على الفيسبوك في صفحة اتعملت في سنة 2013 ووقفت عن الكتابة في 2015 بعنوان سوريون في مرسى مطروح، وحط علم التنظيمات الإرهابية اللي في سوريا أو اللي بيسموه علم الثورة السورية اللي هو العلم الأخضر فأبيض في أسود، وللعجب حط جنبه العلم المصري. وكتير من بوستات الصفحة بتوضح روحها السلفية أو اللي تبع اللي بيسموا نفسهم تنظيمات الثورة السورية اللي هم الميليشيات اللي ولعت سوريا. وفي 9/5/2016 نشر موقع الدستور تقرير عن السوريين في مرسى مطروح بعنوان أهالي مطروح يحتضنون النازحين السوريين، ومن اللي جه فيه بالنص: دأبت قبائل مطروح على احتضان وكفالة الأطفال والكبار من اللاجئين السوريين ممن فقدوا آبائهم وأمهاتهم خلال الأحداث الدامية في سوريا. وأكد عدد من الأهالي أن متابعة الأطفال السوريين اللاجئين الذين فقدوا ذويهم خلال الحرب في سوريا علاوة على توفير الحماية والمأوى لهم أمر طبيعي منذ أكثر من 5 سنوات، يعني من سنة 2011 لأن التقرير منشور 2016. ودي حاجة غريبة برضو، وهو مين اللي بينقل لهم الأطفال دول ويبعتهم من سوريا عليهم؟ ومين هيربي العيال دي وهيتربوا من غير أهاليهم على إيه؟ طبعا الموضوع مش وقف على الأطفال، فبيكمل التقرير ويقول: كما كان لقيادات الدعوة السلفية ومسجد الفتح السلفي في مطروح دور مهم في إيواء عدد كبير من السوريين ومنحهم مسكن وملبس وبطاطين وتزويج عدد منهم بشكل رسمي والتكفل بهم، وتم توفير مصدر للرزق لعدد آخر كي يعيشوا حياة كريمة، لا سيما في مدينة مرسى مطروح العاصمة والتي استقبلت عشرات من السوريين الأعوام الثلاثة الأخيرة. يعني التقرير كان في 2016، فمعنى الكلام أن حتف السوريين على مرسى مطروح بدأ 2011 وزاد من 2013، يعني السنة اللي زاد فيها إرهاب عصابة حسن البنا وبقية الجماعات اللي شبهها والتفجيرات وعمليات تهريب السلاح والإرهابيين والمخدرات على الحدود. عنوان: ليه البرود عند أجهزة الأمن القومي؟ التقرير جاب تطمينات من اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح وقتها عن وجود السوريين في مطروح، وقال نصا بحسب التقرير: لم يثبت قيام أحد من السوريين بأعمال مشبوهة أو القبض على أحد بسبب حيازة أسلحة، مشيرا إلى أنهم لا يمثلون خطورة أمنية، خاصة أنهم يعملون بمهن شريفة ويلتزمون بالقانون المصري، حتى أن النازحين أصبحوا جزءا من الحياة الاجتماعية لأبناء المحافظة ولا يشعر أحد بوجودهم. ودي تصريحات بتظهر استمرار العاهة اللي معششة في فكر الأمن القومي المصري من سنين طويلة، وهي عاهة إننا نستنى البلاء لما يقع وبعدين نبدأ نحاربه.
مثلا نفس التصريحات كنا بنسمعها من مسؤولين من غيرهم قبل سنة 2011 لما كان حد يحذر من سيبان الفلسطينيين يعيشوا ويشتغلوا في سيناء، أو من سيبان الأنفاق تسرح من غزة لعروق سيناء، الأنفاق اللي عملتها ميليشيا حماس، وكان يتقال إخوتنا وبنساعدهم وما فيش ضرر. والدولة ما فاقتش على الخطر ده غير لما الأنفاق نفخت النار والبارود في صدور ولادنا في أول فرصة جتها، لما حصلت فوضى وفلتان الأمن في البلد في 2011 وزيادة الإرهاب في 2013. ومن الأنفاق دي ومن الفلسطينيين اللي عاششوا بكل هدوء وسلام في الأول في سيناء خرج الرصاص اللي فرتك صدور ضباط وجنود قوات الأمن والجيش بعد ما سابوا الهكسوس يسرحوا في سيناء بحجة إنهم أشقاء وإنهم عايشين معنا في سلام وإنه ما شفناش منهم حاجة وحشة. وواضح من التقرير ومن تقرير تاني نشره موقع البوابة نيوز عن أماكن وجود السوريين في مرسى مطروح في 12/5/2016 تاريخ النشر، وعنوانه بالصور: علم الروم أكبر تجمع للسوريين في مطروح، يعملون بالمطاعم ومحلات الحلويات والبعض في التجارة وصيانة السيارات، دفء العلاقات تربطهم بأهالي المحافظة ومواطنون سوريون لا نشعر بالغربة. العنوان الطويل ده بتاع البوابة نيوز. وجاء فيه ان السوريين منتشرين في كل مكان بما فيها اللي قريبة جدا من الحدود مع ليبيا. فقال التقرير انه ويتواجد السوريون في غالبية مدن مطروح ومنها مدينة سيدي براني على بعد 140 كيلومتر غرب مطروح، وكذلك بمدينة الحمام وسيوة، لكن الأكثر عددا بمدينة مرسى مطروح العاصمة حيث وسائل الراحة وفرص العمل مفتوحة أمام الجميع. من الحاجات الظريفة اللي جابها التقرير بتاع البابا نيوز إنه واحد سوري اسمه أبو عمار بيقول إنه جاء من دمشق يعني من أكثر المدن أمانا في سوريا، جاء لمرسى مطروح من 3 سنين يعني سنة 2013 لأن التقرير منشور برضه في 2016، وإن عنده 3 عيال، ولما جاء اشتغل في مطعم وبعدين بقي عنده محل ملابس، وإن له أصدقاء مقربين من أبناء مطروح بيشاورهم في كل كبيرة وصغيرة، ده بحسب نص كلامه. طبعا اللي بيشاورهم في كل كبيرة وصغيرة دول هم اللي سهلوا له انه من واحد بيشتغل في مطعم يدوب مرتبه يأكل عياله ال3 بالعافية المفروض يعني، لهوبا في ظرف اقل من 3 سنين يبقى عنده محل ملابس مرة واحدة، حاجة يعني ولا في الخيال. والموقع بتاع البوابة نيوز ما سألتش السوري ده جبت الفلوس بتاعة المحل بسرعة كده منين، لأن التقرير كان مهتم انه يمدح في السوريين ويلمع فيهم ويلم لهم عطف من الناس. عنوان: من نويبع إلى مطروح إلى بنغازي برعاية بدوية إخوانجية. نرجع للنقطة بتاعت ليه اختاروا أماكن الحدود، وعلى الأقل إيه خطورة تسكين جماعات دخيلة في محافظات على الحدود. في يوم 3/1/2012 نشر جورنال الاتحاد الإماراتي تقرير بعنوان بنغازي قبلة اللاجئين السوريين. وبنغازي دي مدينة في شرق ليبيا من المدن الليبية القريبة للحدود المصرية، يعني الحدود بقت تتحاوط بالسوريين سواء من الناحية المصرية أو من الناحية الليبية. وقال التقرير إن بنغازي تشهد وصول حافلات مكتظة قادمة من سوريا بشكل يومي، وبقي ليهم بسرعة رئيس للجالية واسمه محمد جمال نقل عنه التقرير إنه في 4000 عيلة سورية وصلت بنغازي خلال أسابيع قليلة. تخيل 4000 عيلة في أسابيع قليلة، وإن العدد ده بيزيد يوم بعد يوم، وإنه الأتوبيسات بتوصل يوميا مليانة على آخرها وبترجع فاضية، وبعد ما كانوا أتوبيسين في الأسبوع بيجوا أتوبيسين في اليوم حسب كلامه. ونقرأ بقية كلام التقرير بالنص ونحاول نطلع منه الرابط بين اللي كان بيحصل في بنغازي وبين اللي بيحصل في مطروح. بيقول: والعائلات السورية اللاجئة تصل إلى بنغازي بعد رحلة شاقة تعبر فيها حافلات من سوريا إلى الأردن في البداية، ثم من الأردن إلى مصر بحرا عبر ميناء نويبع، ثم تقطع الطريق عبر شبه جزيرة سيناء وقناة السويس إلى الطريق الساحلي المحاذ للبحر الأبيض المتوسط للوصول إلى الحدود الليبية، ثم الدخول بعد ذلك إلى مدينة بنغازي في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار. ويكمل التقرير: والعائلات السورية تصل إلى مدينة مرهقة يقصد بنغازي، ما زالت القمامة التي لم يتم جمعها تملأ طرقاتها، كما لم تفتح مدارسها سوى مؤخرا، ولم يبدأ سكانها في العودة للعمل إلا منذ فترة قريبة، وتذيع محطة إذاعتها إعلانات متكررة تحذر فيها السكان من خطورة التقاط أي جسم غريب سواء كان قنبلة أو صاروخ أو قذائف دبابات، ما زالت متناثرة في كل مكان بعد أن انتهى القتال. وعلى رغم الظروف الحالية
الداخلية في المدينة وفي البلاد عموما، فإن السوريين يقولون إن ليبيا تعتبر واحدة من الدول التي يمكن أن يشعروا بالأمان فيها حقا. حاجة غريبة. ويبرر واحد من اللاجئين السوريين ايه نوع الامان المقصود، انهم لجيوا في بنغازي اللي مليانة صواريخ وقنابل، فقال بالنص إن ليبيا حرة الآن، فليست هناك شرطة سرية تعد عليك حركاتك وسكناتك، لقد أنجز الليبيون ثورتهم وسيساعدوننا الآن على إتمام ثورتنا. وقال التقرير اللي هو بتاع جورنال الاتحاد الإماراتي إن الحكومة الليبية الوليدة التي كانت أول حكومة تعترف رسميا بالمجلس الوطني السوري قد أعلنت عن استعدادها لاستقبال اللاجئين من سوريا، ومعظم العائلات الهاربة من سوريا والساعية للجوء لليبيا هي من معارضي حكومة الأسد. الحكومة دي وقتها المقصود بها حكومة عملتها جماعات تبع عصابة حسن البنا وبقية الميليشيات، ونفتكر إن هم هناك أكترهم قبائل بدو، وده كان في الودو اللي عصابة حسن البنا في مصر بتتمكن برضو من البلد ومن حدودها، وكانت بتستخدم اللاجئين زي ما شفنا بعد كده في مظاهرات لما ساعدوها في المظاهرات أيام احتلال رابعة وغيره. وهنا كذا ملاحظة. واحد، دخول السوريين بالعدد الكبير ده كل يوم أتوبيسات ورا بعض كانت بتعدي من الأردن لمدينة نويبع اللي في جنوب سيناء، ومنها تفضل ماشية بكل أمان لحد ما توصل مطروح، وبكل أمان تدخل على ليبيا. يبقى إيه دور البدو خصوصا مع قلة وجود الداخلية وقتها في تسليك الطرق للسوريين من الحدود الشرقية لحد الحدود الغربية، وبعد كده يدخلوا على ليبيا، وعشان يخدموا مين وليه؟ وكمان ايه دور السلفجية وعصابة حسن البنا اللي كانت بتتحرك في طول البلد وعرضها وقتها براحتها في نقل الطوفان السوري ده لمدينة بنغازي قرب مطروح، وفي نفس الوقت يتاخد منهم سوريين يبلطوا في مطروح. الملاحظة الثانية ايه يخلي برضو لاجئين بيقولوا هربانين من القنابل والحرب انهم يختاروا يروحوا مدينة مليانة قنابل وصواريخ وخطر شديد، وكانت دايرة فيها حرب شديدة اللي هي بنغازي، ومدارسها متعطلة وفرص الشغل فيها قليلة إلا لو كان في تنظيمات حددت ليهم المكان ده بالذات. الإجابة على السؤال ده نقدروا نلاقوها في كلام اللاجئ السوري لما قال إنه جه بنغازي عشان ما بقاش فيها شرطة تراقبه، يعني يعيش فيها سداح ويعمل اللي عايزه مدام ماشي مع سياسة الميليشيات الإخوانجية والبدوية اللي هناك، وإنه السوريين والليبيين هيساعدوا بعض في إنه تنجح ثورتهم. ومعنى الكلام إنهم عايزين يعيشوا في مدن ما فيهاش دولة وطنية، وهيساعدوا أي ميليشيات في هدم أي شكل من أشكال الدولة الوطنية أو قتل أهل البلد، وشفنا ده في سهولة تجنيد سوريين مرتزقة لصالح الجماعات المتصارعة في ليبيا بعدين. طيب نرجع للسؤال، ليه البدو في مصر ساعدوا الطوفان السوري ده كله يستوطن في مصر ويستوطن في ليبيا، وفي أماكن سهل يحصل تنسيق فيها بين السوريين اللي في مطروح والسوريين اللي في بنغازي وغيرها من مدن قريبة من مطروح، سواء في نقل المعلومات أو التهريب أو أي عمليات بتضر بالأمن القومي المصري بكرة وبعده، أو يمكن استخدامهم في أي صراع بينهم وبين أي حد في مصر، خصوصا أن البدو عددهم قليل بالنسبة للمصريين. عنوان: حزام النار في الحدود الشرقية وعمل مناطق خاصة للسوريين. في الوقت اللي كانت الحدود الغربية بتتعبى بالسوريين والليبيين دول اللي سابوا ليبيا بعد 2011 وانضموا لبتوع القبائل المرتبطين بيهم في مطروح وكمان في اسكندرية والفيوم إلى آخره، يعني مش السوريين بس. في الوقت ده كانت الحدود الشرقية في سيناء بتتعبى برضو بسوريين وفلسطينيين إلى آخره. كان تسكين الهكسوس الجداد في شمال سيناء شغال، وبقي في صفحات بتتعمل مخصوص على الفيسبوك زي صفحة عنوانها فرص عمل للسوريين في العريش، دي اتعملت سنة 2013. وفي نفس السنة طلعت عصابة حسن البنا باقتراح قدموا الكادر الإخواني والنائب في البرلمان وقتها جمال حشمت، قدموا للبرلمان واتكشف فيه نواياهم في انهم يقسموا البلد ويسلموا مناطق فيها للسوريين، وإن السوريين ما هماش مجرد لاجئين ضيوف هيمشوا بعد الحرب ما تخلص. وفي تقرير بعنوان جمال حشمت يطالب بتشريع يحمي اللاجئين السوريين من شبيحة الأسد، نشرته وكالة أنباء أونا في 2/3/2013. جاء فيه إن حشمت طالب بتخصيص مناطق يعيش فيها السوريين وما يدخلهاش حد غيرهم، وكان يقصد بالذات السوريين اللي تبع المعارضة اللي ضد بشار الأسد، يعني اللي تبع الميليشيات الإخوان وغيرها. وجه في التقرير بالنص على لسان حشمت:
إنه بالكلام مع اللاجئين السوريين اتضح له بأن بينهم مجموعة من الغجر الذين يمتهنون التسول والدعارة، وعناصر من العلويين وهم من غلاة الشيعة وينتمون لطائفة رجال الحكم الرئيسي السفاح في سوريا، إلى جانب أعداد كبيرة من الشبيحة الذين جاءوا إما لمتابعة اللاجئين وربما التعامل معهم بالتصفية الجسدية أو للاستيطان في مصر عقب سقوط النظام، بما يمثل خطورة شديدة على أمن مصر. ورد الدكتور أحمد فهمي وهو كان رئيس مجلس الشورى وقتها، وهو برضه من عصابة حسن البنا لما كانت العصابة مسيطرة على البرلمان، رد بأنه كلف لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمناقشة اقتراح حشمت. والسؤال لحشمت: إن كان كل البلاوي دي موجودة في اللاجئين السوريين وشافها بنفسه شبيحة وغجر وكتلين كتلة وصراع طائفي وعرقي جايبينه معاهم لمصر، يبقى خوفك على أمن مصر يخليك تطلب ترحيل السوريين دول أصلا من مصر ببلاويهم، ولا إنك تخزنهم في مصر وتخصص لهم مناطق بحالها بحجة حمايتهم وكمان يتحرم دخولنا المناطق دي وتسيب بلاويهم تكبر في مصر؟ ولا كان الهدف إنه يتجمع عدد كبير من السوريين في المناطق دي ويبقى سهل يتخزن فيها السلاح ويتعمل تدريبات على العنف والفوضى إلى آخره، تمام زي المدن اللي بيجي مسيطر عليها الفلسطينيين في الأردن ولبنان، وياما رفع الفلسطينيين السلاح في وش جيوش البلاد دي لما كانت تحاول تفرض سيطرتها على المدن دي، ويمكن يطالبوا مع الوقت بحكم ذاتي زي ما الفلسطينيين حاولوا يعملوا حكم ذاتي في الأردن مثلا. عنوان: مؤتمر إخوانجي في سيناء، حدود الشام تمتد إلى العريش. الكلام ده كلام ناس إخوان في المؤتمر اللي هو حدود الشام تمتد إلى العريش. طيب، وبعد الاقتراح ده بتاع حشمت بشهرين، يعني في شهر 5 سنة 2013، عمل يوسف القرضاوي وقيادات إخوانجية من اللي في مصر ومن كذا دولة، يعني كان لمن شوية من التنظيم الدولي، عملوا مؤتمر في العريش وقال فيه جمال عبد الهادي وده من قيادات عصابة حسن البنا، قال إن الشام بتتمد من الفرات، من نهر الفرات لحد العريش، يعني اعتبر ان العريش جزء من الشام، يعني سينا من الشام مش من مصر، ونسب الكلام ده لأحاديث نبوية. وجه ده في تقرير نشره موقع الشروق في 11/5/2013 بعنوان: في مؤتمر جماهيري بسيناء عضو باتحاد علماء المسلمين، الشام يمتد من الفرات إلى العريش. واتحاد علماء المسلمين ده رئيس القرطاوي وتابع عصابة حسن البنا. وبعديها وفي شهر 6 قبل ثورة 30 يونيو بكام يوم، وفي الوقت اللي كان بتوع عصابة البنا ومعاهم اللاجئين أو معاهم الهكسوس اللي مسمين نفسهم لاجئين بيستعدوا يحتلوا ميدان رابعة وميدان النهضة، راحت كوادر إخوانية ومنها مفتي جماعة الإخوان عبد الرحمن البر للعريش، رغم خطورة الوضع وقتها لأن العمليات الإرهابية كانت شغالة في شمال سيناء، بحجة انه هيعمل مؤتمر او لقاء لنصرة سوريا، وما كانش مفهوم ليه يعمل مؤتمر لنصرة سوريا في العريش وفي الوقت، لكن يتفهم ليه لما نقرأ التقارير اللي اتكلمت عن الخبر ده وجاء فيه انه كان حاضر المؤتمر سوريين قاعدين في العريش. ووقتها كانت وسائل التواصل الاجتماعي زي تويتر بتنقل اخبار انه في سوريين بيشاركوا في مظاهرات في العريش لنصرة الرئيس الاخوانجي محمد مرسي، للرد على مظاهرات كان بيعملها المصريين بالطالب بزوال الاحتلال الإخواني عن مصر في 2013. يعني كان السوريين جنب الفلسطينيين هم خازين عصابة حسن البنا وحزب النور وكتير من البدو للوقوف ضد المصريين وزيادة الإرهاب وتحويل مصر لسوريا وليبيا وتسليم سيناء للشام كبداية لتقسيم مصر كلها بين الأجناس والتنظيمات الدولية. عنوان: محاصرة قناة السويس في بورسعيد. الكلام ده طبعا مش واقف على سيناء، لكن كمان المدن اللي محاوطة قناة السويس زي بورسعيد مثلا. فمثلا موقع فيتو نشر في 29/1/2013 تقرير بعنوان: موانئ بورسعيد تطالب تركيا بوقف إرسال اللاجئين السوريين للمحافظة، وجاء فيه ان اللواء احمد شرف رئيس هيئة موانئ بورسعيد طالب قنصل تركيا في بورسعيد واسمه عادل اللمعي، طالبه بان تركيا تبطل تبعت سوريين، لان كان المراكب اللي جاية من تركيا بتجي متعبية بيهم وتحدفهم على ميناء بورسعيد، خصوصا كان الحدث ده بيحصل وبورسعيد برضه مولعة بين المصريين وبين اللي تبع عصابة حسن البنا وقت المظاهرات اللي بتطالب بزوال الاحتلال الاخواني. ومعروف خطورة ان اجانب ينتشروا في المدن اللي حوالين
حوالين قناة السويس، وتعتبر هي كمان خط الدفاع الثاني عن مصر بعد سيناء في وش أي غزو. وظهر شر الانتشار السوري في بورسعيد بكثرة ضبطيات المخدرات اللي جاية من سوريا وغيرها لمصر عن طريق بورسعيد على سبيل المثال. عنوان: حزام النار على الحدود الجنوبية. اللي فات ده بالنسبة للحدود الشرقية والغربية، أما بالنسبة للحدود الجنوبية فمش هتكلم دلجيتي عنها كتير عشان التقرير ما يطولش أكتر من كده، بس أنتم متابعين وعارفين إزاي في ناس بتوع قبائل من اللي جم من ناحية السودان واستوطنوا عند الحدود الجنوبية، ومعاهم طبعا ناس في الحكومة ساعدوا في تغريق أسوان بالسودانيين والأفارقة السود عموما. عنوان: حزام النار على الحدود الشمالية. بالنسبة للحدود الشمالية فأول حاجة اللي بيحصل في مطروح برضو بيهدد الحدود الشمالية، لأنها مدينة على الساحل الشمالي زي ما هي على الحدود الغربية. كمان اسكندرية وهي مدينة حدودية خطيرة قوي في موقعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بقيت مكمكمة من كثرة السوريين والليبيين والأفارقة السود، بخلاف اليونانيين اللي ناس في الحكومة عايزاهم يرجعوا يستولوا عليها تاني في حملة عملاها لليونانيين والقبرصة اسمها العودة للجذور. عنوان: حزام النار بيحاصر المحافظات. كمان بالنسبة لتحزيم حوالين المحافظات، احنا متابعين وعارفين ازاي الهكسوس انتشروا وبسرعة في المدن الجديدة اللي محاوطة المحافظات، زي مدن 6 اكتوبر والشيخ زايد والعبور والشروق ومدينتي والرحاب اللي محاوطين القاهرة، ومدن العاشر من رمضان ودمياط الجديدة الى اخره اللي محاوطة محافظات في بحري وغيرها كتير. الخلاصة: البلد بتتحزم بحزام من نار ومن قنابل هي أبشع من القنبلة الذرية، حزام من طوفان أجانب. السمات الأساسية ليهم إنهم ميليشيات وقبائل وطوائف وأعراق مختلفة جايين من بيئة متعودة على الصراعات والدم وكره الدولة الوطنية وكره الجيوش الوطنية. سهل يساعدوا أي حد ضد أهل البلد، خصوصا لو أهل البلد خافوا على بلدهم وقالوا إنه مصر للمصريين، ومستعدين يعملوا أي حاجة في أهل البلد بس هم يفضلوا في النعيم اللي اتفتح ليهم في مصر واللي لا كان على البال ولا الخاطر ولا في أحلامهم. والحكومة إن كان لسه في حكومة مصرية بحق، بدل ما تتعلم من غلطتها إنها سابت الفكر السلفجي يسرح في مرسى مطروح مثلا، وسابت الفكر البدوي القبلي البدوي اللي هو الأساس التاريخي للفكر السلفجي والإرهابي في المنطقة، سابته يتمكن بدل ما يتحلل من البداوة والانتماءات الأجنبية وتنتهي كلمة قبائل الدخيل على الدولة المصرية. بدل من ده كله بتستورد أعراق وطوائف ومذاهب وقبائل جديدة وتغذي بها الميراث الأسود اللي موجود من قبل حتى 2011. ومعرفش طيارات الرافال وحاملات المسترال وكل إمكانيات الجيش في إيه هتفيدنا لو جهات من برا أو من جوا طلقت علينا كل الطوفان ده في أي وقت فوضى ويدور فينا السرقة والمذابح والخطف، وهم عايشين في شوارعنا وعماراتنا زي ما عملوا فعلا في بلادهم وفي بعضهم. يعني واحنا بنشتري الرافال والمسترال عشان نحمي البلد، مش كان المفروض نحميها برضو من الأجانب دول وما ندخلهمش أصلا واللي دخلوا يمشوا؟ وإيه حسابات الأمن القومي سواء عند الجيش أو أجهزة الدولة في إن البلد يحزمها من كل ناحية الطوفان المسموم المتلغم ده؟ ولا الجيش وأجهزة الدولة اللي فيهم بيجوا كلهم خلاص من البدو والمنتمين للتنظيمات الدولية. نتمنى ما يكونش ده اللي حصل، ونتمنى نشوف ان لسه في مؤسسات الدولة لسه في فلاحين غيرانين على البلد، لا هم تبع تنظيمات دولية ولا بدو ولا اي عقيدة دخيلة، الا انهم يكونوا لسه باقين على انه مصر للمصريين، المصريين بحق، مش المتلونين بلون براني ولا اللي لهم اي انتماءات برانية. وربنا ينور بصيرة الجميع.